هتكلم شوية عن علم الاجتماع وحاولوا تستحملوني شوية. سنة 2014 في أشهر الأبحاث اللي معمولة عن كرة القدم وعلاقتها بالمجتمع، كان في بحث ظهر ساعتها بيتكلم عن حاجة غريبة جدا، ألا وهي إن ستايل لعبة كرة القدم الوطنية في الملعب ما هي إلا صورة مقدمة لثقافة الشعب نفسه، وبتكون مراية لصفات الشعب، وإزاي في ربط ما بين عادات الشعوب وبين منتخباتها. طب يعني إيه الكلام الملعبك ده؟ يعني من الآخر شكل وفصيل الشعب وأسلوب حياته واللي ورثه من أيام جدود جدوده بيخرج بشكل ما وطريقة لعب وخطة اللي المنتخب بتاعه بيلعب بيها. وكان في دراسة مشهورة اتعملت على كأس العالم سنة 2014، وكون إن البطولة دي كانت بتجمع المنتخبات في وقت قياسي، وده اللي بيتيح الدراسة ليها بسهولة. برضو يعني إيه؟ هديك مثال، كل منتخب مميز بطريقة لعب معينة. يعني مثلا منتخب فرنسا مهما راح أو جه ما بيخرجش أبدا عن طريقة جليك فلاير اللي هو لعب بذوق عالي كده، وده نابع من طبيعة الغرور الفرنسية المشهورة. البرازيل مثلا مشهورة بالسامبا واللي هي طريقة لعب الشوارع والاهتمام بالمهارات الفردية، وده طبعا نابع من الانفصال والحياة الصعبة اللي عاشتها البرازيل على مر العصور المختلفة، وده طبعا من أول الهجرات الأفريقية لحد الفقر والاحتلالات، ودي اللي أجبرتهم يعيشوا حياة سريعة معتمدة على المهارة الفردية أكتر من البقاء. فبالتالي طريقة اللعب خرجت بنفس شكل الشعب نفسه، وده طبعا مش كلامي، ده شعار رئيس البرازيل نفسه، واللي حاول يوحد صفوف الشعب من الأصول الأفريقية للكورة، واللي كان شعاره وقتها إن الكورة صورة من الشعب. طب هنيجي بقى لطريقة اللعب الألمانية الشهيرة اللي هي The Workman Like أو الطريقة العملية المنظمة، وده طبعا نسبة للطبيعة العملية للشعب الألماني. هنيجي بقى للتيكي تاكا الأسبانية، ودي اللي متوارثة من طبيعة مصارعة التيران وحرب الشوارع. هنيجي بقى للعب الدفاعي والجرينتا، وطبعا هنا بنتكلم عن المنتخب الإيطالي، وفي طبعا أبحاث اتعملت عن طرق اللعب المختلفة هنسيبه في الكومنتات. والبحث هنا بيتكلم عن تأثير الحروب الأهلية على المنتخبات واستراتيجياتها في اللعب، زي المنتخبات الأفريقية واعتمادهم على السرعة والقوة في اللعب، وشبه التكتيكات دي بخطط الحروب في العصور القديمة واللي ميزت كل دولة عن التانية، وإن الجندي القديم كان بينفذ رؤية استراتيجية ما يقدرش يخالفها، وانطبع ده بعد كده على طبيعة الشعوب. السؤال بقى، ليه طريقة دول شمال أفريقيا عنيفة شويتين؟ وليه الكرة الآسيوية زي اليابان وكوريا والصين متشابهين في الإيقاع السريع والنمطي والاعتماد على اللياقة البدنية والمثابرة؟ طب ليه المنتخب الإنجليزي بيلعب كده؟ دي كلها نظريات في النهاية، وليها نظرية مخالفة بترفض النظرية الأولى اللي نشرتها جريدة واشنطن بوست، وهسيب لكم المقال برضو في الكومنتات. كل ده رغي كتير وممكن يكون مجرد كلام على ورق، بس يعتبر شرح ومقدمة للي عايز أقوله. خلاصة الكلام إن شكل المنتخب الوطني لأي دولة في الغالب بيمثل شكل الدولة نفسها أو بيقدم صورة صغيرة عنها، بيتطبع بطبيعة الدولة لا إرادية، ما يقدرش يلعب بغير الطريقة اللي بتعبر عن هوايته واللي متوارثة عن جدود جدوده. لو عايش في نعيم وموارد ومصادر مستريحة هتلعب لعب نرجسي، لو عايش في احتلال وحرب وفقر هتلعب لعب سريع، أما بقى لو عايش في صحراء هتلعب بذكاء، وهكذا. عندنا هنا في مصر المنتخب الوطني مثلا ما فلحش غير في اللعب بطريقتين بس، واللي هما بيعبروا بشكل او باخر عن طبيعة الشعب نفسه، وعشان كده تحديدا نجحوا في اخر 25 سنة. الطريقة الاولى هي طريقة المعلمة والفهلاوة والمزاج. المعلم حسن شحاتة، تحسوا ان واحد مننا قاعد على القهوة وماسك الشيشة وبيكلمك في امور الدنيا، او مثلا حلاق قاعد بيكلمك في امور اقتصادية في الدول النامية، او الراجل اللي بيضحك ضحكة مغشلقة من كتر المعسل اللي ما بيفرقوش، او سواق تاكس ابيض، او اي واحد راكب اتوبيس نقل عام، او مثلا سايق تريلا وماسك الشمال ومش فارق معاه، واحلى كوباية شاي تشربها من ايده، بيطبخ بمزاج، بيتكلم عن انجازاته الزوجية وبيضحك، او مثلا الموظف اللي بيسلك لك اي حاجة وفي اي حتة، او زي اللي قدر يوفق بوردة من هنا على ماوس من هنا وجاب الكيسة ونفخ من عليها التراب وعمل احلى جهاز فني ومنتخب ذهبي
بنحلف بيه لحد دلوقتي. منتخب محليين جابهم من شارع عبد العزيز والساغة وخان الخليلي، تحفة فنية قدر يسوق سعرها عشان يسترزق منها صح. الصنايعي اللي بشوية مونة ب100 جنيه قدر يسلمك الشقة على المفتاح. في النهاية الشكل نجح وقدر يطلع بالمنتخب اللي كان مشهور من 2006 لحد 2010، واللي كان كل واحد فيهم متوظف في مكانه صح، حتى في عز مكان عشوائي في بعض الحالات، إلا إنه كان بيلملم عيوبه بسرعة جدا وبيلعب عليها. هنيجي بقى للطريقة التانية وهي الرضا بالحال والنصيب، ودي الطريقة اللي لعب بيها مستر كوبر، وهي طريقة ارضى بقليلك وكل عيش، ما تتكلمش عن فلان عشان ممكن يأذيك، واحمد ربنا انك عايش فيها. او مثلا زي جارك اللي بيشوف خناقه في الشارع فبيقفل البلكونه عشان الطوبه ما تجيش في الازاز، او ابوك اللي بيقول لك خش جوه عشان ما تاخدش برد، او مديرك اللي بيقنعك ان الشغل ده مش هتلاقي زيه، يمكن بكره النتيجه تختلف وتحقق التارجت وتعلى في البوزيشن زي حماده. اتعلم من حماده. الطريقه التانيه المصريه في مواجهه المشكلات وهي الهروب منها والوقوف في مكانك في انتظار انها تتحل لوحدها، وزي مثلا الست اللي بتخلي الحرامي يهرب اللي سرق موبايلك عشان مستقبله ما يضيعش، زي مثلا القميص مبين كرشك ومصمم انه شكله شيك، زي الطريقه الاوجريه اللي اتلعب بيها البطوله دي، جسد ولكن بدون روح، وزي الرمضان نايتس اللي بتتعمل في وادي دجله ونادي الصيد، والجرين برجر والتشيز كيك، وحجر الشيشه في الكافيه ابو مينيمم، وده بيكون نفس احساسك لما تقعد في مطعم غالي وتطلب ملوخيه بالانجليزي، عمرها طبعا ما هتيجي زي اللي بتاكلها في البيت، شكل بس طعمها حلو ولكن ينقصها شويه اهتمام، ناقصها الروح كده، زي ما تقول فيها حاجه غلط. احنا في الاخر لعبنا بشكل مش شكلنا، مفيش فهلوه ولا معلمه، مجرد التزام زائف اظهره عشوائيه وعدم فهم ما بين اللعيبه، وده اللي اظهرنا باسوأ شكل لينا في البطوله. وفي النهايه تغيير الصوره الحقيقيه عشان تثبت لنفسك انك تمام، وبدل ما تعترف بنقاط القوه والضعف عندك هتغيرك للأسوأ، وفي الاخر البيتزا هتخرج من الفرن شكلها حلو لكن مش بيتزا.